كيفكم البنات؟ صحة فطوركم؟ ان شاء الله تكونوا فطرتوا مليح مع لمة العيلة والاحباب. الحمد لله على نعمة الصيام، على نعمة الافطار، الصلاة، القيام. الحمد لله على نعمة الاسلام. اليوم جيتكم بوصفة. الوغ البنات كون بالكم نجربوا مع بعضنا وصفات، ودي فوا نحط فيديوهات قصار يعني شورت هكا في اليوتيوب، وتقسموني يقولوا لي اعطينا الوصفه. الوغ هذه جيت طول عطيتكم الوصفه. اما صورت فيديو قبل هذه صورت فيها المكونات مي تودرت لي ما نعرفش وين راحت، سي بور سا بديت معاكم الطول. الوغ هذه هي تحلية تاع التوست. كنت عملت التوست هكا ستفتو بهذه الطريقه، وزدت عليه فلان كريم كراميل سون سكر. البنات انا التحليات تاعي كل ما نستعملش فيهم السكر باسكو يودروا لي طعم التحليه. الوغ كما شفتوني في اول فيديو كنت خلطت نص اترا حليب مع فلان كريم كراميل. الوغ هذيك عملت معها نص اترا لانه حبيتها تجي مدوسيه. عملت التسقية تاعي الأولى، وهذه الثانية هذه عملت معها إتر حليب مع كيس فلان كريم كراميل وطيبتها. ودركا نستناها تبرد شوية. كمان هاني حطيتها ومازالها ما بردتش مليح، مي عادي مش مشكلة. ليسونسيال السر في هذه التحلية هو انه لازم تكون مسقية مليح. انا جبتها زدت كملت التسقية تاعي الثانية كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم هذه بعد ما عملت التسقية الأولى وحطيتها في الفريجيدير نص ساعة، من بعد جبت عملت هذه المرحلة. أما من بعد ما نكملوا نسقيوه مليح ونتأكدوا باللي التوست تاعنا كامل تغمر في هذاك السائل، بعدها نحطوه في الثلاجة. وقد ما خليناه طول فيها قد ما نضمنوا بإذن الله نجاح التحلية تاعنا. وهذه كانت الطبقة الأولى تاعنا. نكملوا لا فيديو ونشوفوا الطبقة الثانية والتزيين. وهكا وجدنا الطبقة الثانية البنات. دركا جبدنا التحلية من الثلاجة نتفقدوها إذا كانت ماسكت مليح ولا لا. الوغ انا هنايا كي مسيتها هكا حسيت انه تماسكت، من بعد توضح لي انه ما زالت. دوك تشوفوا في اخر فيديو كي كنت قصيت منها مورسو لقيت بلي كاين الماء تحت. الوغ كان لازم اني نخليها مده اطول في الثلاجه. مي نتمنى انكم ما تعملوش نفس الغلطه تاعي وتخلوها تتشرب ولو في الثلاجه لي كامل. كل ما خليتوها كل ما راح تكون احسن.
صراحة ما كانش عندي الوقت باه نخلي الطبقة التانية تتماسك، كانوا عندي ضياف وكان لازم إني نحط لهم ألوغ هاني جبتها وزينتها معاكم بالكريم كراميل. دركا ما بقالي غير نقسم معاكم موصو، تشوفوها كيف ما جات. نتشكر كل وحدة وصلت معايا لهذا النيفو تاع لا فيديو، نقول لك ميرسي لثقتك ولوقتك، مرحبا بك، وان شاء الله نتلاقى في فيديو جديدة. خليكم على خير، بسلامة.